السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة مصرية شعبية بناكلها من العربيات، ومعروفة عربية الكبدة والسجق. بنحب ناكلها قوي منها، ويعني متهيأ لنا مش هنعرف نعملها في البيت. النهاردة بقى هعملها لكم بطريقة سهلة وبسيطة، وأحلى كمان من العربيات اللي بنجيبها عليها. اول حاجه معانا ربع كيلو من السجق. جبته كده وقطعت كل سجقايه على 3، وحطيت عليهم بصلايه كده متقطعه شرايح، بصلايه صغيره على المقدار ده، وثلاث حبات طماطم مخلوطين نص خلطه كده. انتوا شايفين قطع الطماطم يعني سليمه شويه وشويه صوص يعني. وفلفلايه رومي صغيره كده. حطيت كله على بعضه كده ني في ني زي ما انتوا شايفين، وطبعا مولعه النار، وحطيت شويه ميه كده صغيرين عليهم. وحطيت رشه كده من الخل بسيطه جدا. حابه بقى تحطي شطه، تحطي فلفل مشطشط زي ما تحبي. وحطيتهم على النار، واول كده ما هياخد غلوه هغطي عليه وهسيبه يستوي. هوطي عليه النار وهسيبه يستوي كده مع نفسه لغايه ما يوصل للشكل ده. احط بقى الملح، ونخلي بالنا لان السجق اوريدي بيبقى فيه ملح. وهحط بقى الشطه هنا كده عشان كان الفلفل ده رومي. حابين بقى تخلوه سبايسي قوي بقى براحتكم، وممكن تحطوا رشه سكر بسيطه قوي، انا نسيت احطها بس مهمه قوي حطوها. وحابين بقى تزودوا اي توابل، بس اوريدي السجق بيبقى فيه توابل، فمش حابين الموضوع يبقى اوفر يعني. انا عاملاه لكم بالطريقه بتاعت العربيات بالظبط، سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. تاني حاجه بقى سلطه الطحينه. جبت الطحينه وحطيت عليهم شويه من الخل كده، وحطيت عليهم دقه كده عندي يعني شويه توابل، بس الاساسي بتاعها كمون وملح وشطه. وقلبتهم كده، وبعد كده فكيتهم بالميه. عايزينها سمكها يبقى سميك، ما تبقاش خفيفه كده، عايزينها تبقى سميكه عشان ما تبوش الفين. حطينا بقى شويه من الزيت وفلفلايه رومي كده، او ممكن فلفل سبايسي زي ما تحبوا، يا بالاساسي بيبقى فلفل حراق جدا كمان، بس يعني مشاكل صحيه وكده مش هينفع احط يعني فلفل حراق. وحطيت كده شوحتهم على في الزيت، وحطيت معلقه توم مفرومه بالفلفل كده. وبعد كده كنت هنا عندي كبده مقطعاها، اللي هي القطع الصغيره اللي هي العصافيري، ممكن تجيبها متقطعه جاهزه، بس الامن والاضمن هاتيها انتي وقطعيها، انت ما تعرفيش ايه اللي متقطع. وشوحتها كده، وحطيت نقطه خل بسيطه جدا، وقلبت زي ما انتوا شايفين. ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجه، سهله وبسيطه. وما نحطهاش على النار كتير علشان ما تنشفش معانا. بعد كده بقى حطيت الدقه اللي عندي دي، بس الاساسي بتاعها برضو كمون وشطه وملح. وفي بقى توابل كتيره قوي، حابين تزودوا اي تابل زي ما قلت لكم زودوه. وممكن تحطوا رشه كزبره، انا حطيت فعلا رشه كزبره بس نسيت اقول يعني كزبره ناشفه. وخلاص قفلت عليها، وطبعا الملح ونظبط كل حاجه، وقفلت عليها وبس كده. خلوها لونها فاتح، ما تغمقهاش عشان ما تسودش معانا. هنا بقى جبنا الفينو، ممكن لو لقيتوا الفينو اللي هو الاصلي بتاع السندوتشات الكبده اللي هو الرفنوع الفاتح ده، بس انا ما لقيتوش بصراحه. وحطيت بقى سلطه طحينه كده، حطيتها في الساندوتش. وبعد كده هنحط بقى الكبده زي ما انتم شايفين هنا. حابين بقى تحطوا صوص، حابين تكتروا الزيت عشان يبقى كل ما تكتري الزيت كل ما الصوص هيبقى اكتر، بس يعني انا بالنسبه لي ده تمام يعني. وهنا بقى عملنا سندوتش الكبده، وبعد كده هنعمل سندوتش السجق. عايزه اقول لكم السجق خرافي، احلى بجد من اللي بتشتريه كمان. وعمايله بسيطه قوي، هو يعني شكله باين يعني مش محتاج بصراحه. جربيهم وهتدعيلي، ومش هتشتريها من بره. انت عشان تجيبي من عربيه حلوه او مطعم كويس الساندوتش مش اقل من 25 جنيه. جربي بقى الطريقه دي، وهتعملي احلى ساندوتش كبده وسجق. وطبعا ما تنسيش اللايك والاشتراك. سلام عليكم وباي باي.